الحب الروحي مش مجرد قصة بنعيشها ونعديها. الحب الروحي مراية بتكشف جوانا اللي عمرنا ما كنا شايفينه. هو رجوع الروح لنصها الضايع، رجوع الإنسان لأصله الأول، للشريك اللي مكتوب جوا القدر من البداية. من أول لحظة بنيجي فيها للدنيا الروح بتفضل تدور، تتعب، تنخدع، تدخل علاقات كتير، لكنها في الآخر تكتشف ان في مكان واحد بس بتحس فيه بالأمان. الروح مش بتهتم بالمنطق ولا بالشكل ولا بالمظاهر، هي عارفة نصها حتى لو أخد وقت طويل. وكل خطوة في الحياة، كل جرح، كل تجربة كانت بتقربنا من اللقاء ده، كأن القدر بيحضرنا بموعد محدد، ميعاد لازم يحصل مهما حاولنا نهرب. الغريب ان الحب الروحي مش بيجي سهل، بيجي باختبارات، بمسافات، بوجع، كأن الروح لازم تعدي على النار عشان تتطهر. ساعات واحد فيهم يهرب، يتخض من قوة الإحساس، يحاول يقنع نفسه ان ده مش حقيقي. وساعات التاني يتألم، يحس انه اتساب، لكن الحقيقة ان البعد ده مش رفض، البعد ده درس. الروح بتتوجع، لكن في كل مرة بترجع أقوى. كل دمعة، كل لحظة حزن بتكون جزء من رحلة شفاء الروح. وفي الآخر حتى اللي هرب بيتعلم ان مفيش مهرب من نصه. الحب الروحي مش بس بيوصلنا للفرح، لكنه بيوصلنا للحقيقة. لما تبص في عين نص روحك بتشوف نفسك، بتشوف ضعفك، قسوتك، عيوبك، كل اللي كنت بتتجنبه. لكن كمان بتشوف أجمل ما فيك، الحنان، القوة، النقاء اللي كنت ناسيه. هو مش موجود عشان يريحك، هو موجود عشان يصحيك، عشان يقولك شوف نفسك، دي حقيقتك. وفي اللحظة دي بيبدأ الشفاء الحقيقي. قد ايه ممكن يبعدوا، قد ايه ممكن يهربوا، الروح في الآخر بترجع. ممكن يلفوا العالم كله، يقابلوا ناس كتير، لكن مفيش حد شبه نصهم، ولا في الشخصية ولا في الروح ولا في طريقة الإحساس. كأن في مغناطيس خفي بيشدهم من بعيد، حتى لو اتأخروا سنين، حتى لو اتألموا، النهاية واحدة، الرجوع. لأن الروح مش بتنسى ومش بترضى ببديل. اللي بيخلي الحب الروحي مختلف انه مش بيعتمد على الشغف اللحظي، مش حب عابر، مش نزوة. هو حب بيهز حياتك من جذورها، بيخليك تعيد حساباتك، بيغير أولوياتك، بيفتح جواك أبواب جديدة. هو مش مجرد علاقة عاطفية، هو رحلة للسلام الداخلي، رحلة لجوهر نفسك. ومهما جربت أي حب تاني هتلاقيه دايما ناقص، لأن النص مش هناك، النص مع روحك التوأم. لو قابلت نص روحك ما تخافش، حتى لو وجعتك التجربة، حتى لو حسيت انها تقيلة عليك، صدق ان دي مش نهاية، ده الطريق لسلامك الداخلي. الحب الروحي رحلة للوعي، رحلة للاتصال الأعمق بنفسك واللي بتحبه. وكل خطوة فيها حتى الأصعب بتقربك من الحقيقة. ما تنسوش اللايك والشير وكومنتاتكم، أعرف رأيكم ايه. وما تنسوش الاشتراك بالقناة، يشرفني وتواجدكم طبعا فيها. وهنكمل ان شاء الله سلسلة حلقات جاية كتير. سلام عليكم.